هل أنت حاسس بالروتين من شغلك؟ طب حاسس إنك مرهق وزهقان ومحدش حاسس بيك؟ تعال أنا هقولك شوية حاجات ونصايح محدش هيقولها لك غيري أنا وبس. بس قبل ما أبدأ الفيديو تعمل لي اشتراك ولايك وشير لكل اللي عايزين المعلومات دي، ماشي؟ لأصحابك كلهم. عام 2022 في منظمة الصحة العالمية عملوا دراسة عن الموظفين وقالك إنه نسبة 77% من الموظفين حاسين بالإرهاق والتعب في الشغل، ده كمان ما عندهمش استعداد إن هم يطوروا في ذاتهم من كتر الاكتئاب اللي هم حاسينه. بص، قبل ما أكلمك عن الشغل أو الفريق بتاع شغلك لازم أكلمك عن نفسك أنت، لأن أنت أول حاجة مهمة عندي في الموضوع كله. امشي بقاعدة 80-20، يعني أول حاجة في اليوم تعملها الحاجات التقيلة على قلبك. ليه بقى؟ لأن أنت بيبقى عندك سوبر باور، فحاول إنك تخلص ده في الحاجات التقيلة. بعد كده هتبص تلاقي الحاجات الصغيرة دي بتلملمها وانت قاعد، وهتلاقي شغفك كبير جدا لأن انت هتعلي الدوبامين. ما انت مخلص الحاجات التقيلة فهتحس انك فخور بنفسك، أنا محدش قدي النهاردة، أنا مخلص حاجات انت متقدرش عليها. فده هيخليك تعمل إنتاجية تانية للحاجات الصغيرة. بالعكس، ده انت هتحس ان بقيت يومك فاضي وتحس انك مبسوط بالإنجاز اللي انت بتعمله. ده مش بعيد كمان تكافئ نفسك والإرهاق والزهق يروح. في ناس فاكرة إن هي لما تفضل شغالة كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض إنه ده أحسن حاجة ليها، وإنه عشان ما هبطش أصلا أنا لما بقعد بهبط. لا، امشي بعقلية البرمودورو، ودي بتقولك إن أنت المفروض إنك تقعد شغال لمدة 25 دقيقة وتاخد 5 دقايق بريك. ال5 دقايق دول قوم اتوضى وصلي، طب روح بسرعة اشرب مية، خد نفس عميق، اقف في الشباك شوف منظر حلو كده يخليك ترجع تاني الشغل بشغف. اوعى تمسك الموبايل، السوشيال ميديا هتضيع وقتك، دي يمكن تاكل نص يومك. عايزة اقولك ان حتى سوبرمان مقصر، هو كمان بيفشل عادي. فمش لازم لو حاجة اتأخرت أو تاسكات ما عملتهاش تفضل تأنب نفسك طول اليوم ونقعد نعمل عزا وننصب الصوان، لأنه كل الناس بتقصر عادي وكل الناس بتتأخر عادي. بس لما ده يحصل ما توقفش، حاول تفكر نفسك إنه لسه في وقت تاني أعرف أعوض الخسارة اللي خسرتها. فحاول إنك تعوض، مش تقعد تصوت وتلطم جنب الحاجات اللي انت ما عملتهاش، عشان ساعتها هنفضل الموضوع يتراكم علينا. أول لما تحس كده ارجع تاني افتكر إن سوبرمان في حاجات بيفشل فيها وفي تاسكات ما كانش بيعملها على فكرة، كان في حاجات بتعدي. اتفرج على الفيلم. في حاجة كمان محتاجة أقولها لك، التنظيم. انت لما هتروق مكتبك وتحط فازة حلوة كده وتخلي المساحة اللي حواليك مش مكركبة ونظيفة ورايقة، هتحس انك قاعد رايق وهادي. بالعكس، ده انت هتحس انك مبسوط. فحاول دايما تحاول الحاجات اللي حواليك تنظمها، لأنه البيت والمكتب لما بيكونوا رايقين زي ما انت بتدلعهم بيدلعوك، بيخلوك تشتغل وانت نفسيا مرتاح. فحاول تجرب الموضوع ده، هتدعيلي. وحط حاجات بقى بينكات وأحمرات وأخضرات وأصفرات، شوف الألوان بقى اللي انت بتحبها، العب كده على المكتب. الميتينجز، لازم نخلي الاجتماعات بتاعتنا دايما تكون فيها خطط واضحة، فيها ان احنا في أسلوب نقاش، احنا كلنا سامعين بعض وكلنا عندنا آراء بنقولها، بس لازم نسمع كل الآراء ونشوف ايه اللي منهم ممكن نقدر نطبقه في شغلنا وايه اللي ممكن نرميه كده. يا جماعة لا، ده مش وقته خالص الكلام ده في الكيدز اريا، احنا دلوقتي عندنا خطط واضحة. فلازم تسمع كل الناس اللي حواليك ويبقى في مشاركة للآراء. أهم حاجة عندك أول ساعة أول ما بتصحى الصبح، لو انت رتبت يومك الصبح طول يومك هيفضل مترتب، لأن دماغك عاملة زي الإدراك كده، لو قعدت ستفتها هتستف لك بقية اليوم. لكن لو صحيت ما عندكش خطط واضحة دماغك هتحس إن هي متوترة، هو احنا رايحين فين؟ يعني المفروض نعمل إيه دلوقتي؟ فحاول إنك أول ساعة في يومك تمسكش السوشيال ميديا، عندك روتين واضح، نشرب بقى حاجات حلوة كده ونقف في الشباك نشم هوا الصبح. المهم إن أنت يكون عندك روتين ماشي عليه كل يومك. لو رتبت دماغك هترتب لك يومك. بص بقى، اعمل لي اشتراك ولايك واعمل شير لصاحبك اللي انت عايزه يستفاد زيك، بس ما تنساش انك تعمل شير كتير، فهمني طبعا، كتير. وبس كده، باي باي.